انا عايزه اطرح بس سؤال مهم للشيخ، بس يوضح لي كل حاجه، لان ايه عشان ما اعملش حاجه غلط واغضب ربنا وكده. طيب بالراحه بس يا سميه، وقولي بالراحه وفسري الكلام، اتفضلي. بس حضرتك انا ست ارمله وعندي ولدين، وفي شخص متقدم لي بالجواز يعني وعايز يتجوزني، فاهلي رافضين الجواز كده خالص، وبيقولوا لي اخد العيال منك وما مرتيش العيال ونقطعك والكلام ده. اهل جوزك اللي مات هم اللي رافضينه ولا مين؟ جوزي توفى. مين اللي رافض بقى؟ لا رافضين اخواتي واهلي، لكن هنا اهل بيت جوزي ما لهمش دخل. اهل بيت جوزك ما لهمش دخل، سايبين لك ولادك وخلاص. اخواتي واهلي هم اللي رافضين وبيقولوا لي ناخد العيال منك ليه بقى؟ ونتبرى منك ايه السبب؟ ليه السبب؟ عندنا ستايل كده. انا بصراحه يعني قررت اني اتجوز او فكرت في الموضوع عشان خايفه من نفسي وخايفه من الشيطان وخايفه من كده. كده بس، فهو طرح عليا اني اتجوز عرفي واهله هو يعرفه، وقال لي انت سنك كبير يعني مش. انت عندك كام سنه يا سميه؟ سميه عندك كام سنه؟ عندي 45. 45. طيب انت اهلك معلش اسمعيني، اهلك رافضين ليه؟ ايه السبب؟ ما عندناش واحده تتجوز بعد جوزها ما يموت وعار والكلام ده سيادتك. لا يعني ازاي يعني العار ده شرع جديد؟ يعني هو ده شرع مثلا جديد؟ هم سيادتك، ما هم كده ما اعرفش. جوزك مات من كام سنه؟ نعم جوزك مات من كام سنه؟ ليه دلوقتي 5 سنين. من 5 سنين. طيب والعريس الشخص ده على فكره كويس الراجل العريس اللي متقدم لك، العريس اللي متقدم لك ده كويس ولا هم معترضين عليه هو في حاجه؟ لا هم معترضين سيادتك على الجواز عامه. ايوه هو بقى ظروفه ايه؟ لا هو انسان كويس وهو متجوز على فكره وعنده عيال، بس ايه بيساعدني، وحاليا حتى ما فيش حاجه بيني وبينه يعني في كلام وكده، بس بيساعدني وبيجيب مدرسين لعيالي وبيجيب حاجات للعيال وكده، يعني شايفاه انا كويس، شايفاه كويس. ماشي بس ثانيه واحده، انت بتقولي هو متجوز، يعني انت هتبقي زوجه ثانيه؟ طب مين قالك انك هتبقي سعيده بقى وان هو هيبقى كويس بعد ما يتجوزك، ولو مراته عرفت والقصص هتدخلي نفسك في متاهات؟ لا ما هي هتعرف، انا طلبت منه. يعني هو لو اقدم على الزواج زوجته تكون عارفه؟ ايوه مراته عارفه هتعرف، وحاليا جايين لهم هو واخواته اولاده عارفين. طيب انت هتدخلي، بصي يا سميه سيبك بقى من موضوع اهلك، انت يعني نفسك لازم تفكري كذا مره، لان انت هتدخلي نفسك في متاهات ومشاكل انت ممكن ما تبقيش قدها وترجعي تبقي عايزه تطلقي. انا حضرتك اسال على هل انا هو المشاكل دي انا عارفه وكفيله ان مفيش مشاكل، لان انا شايفه الوضع قدامي. بس سيادتك دلوقتي انا بشوف هل حرام لو انا مثلا ما عرفتش اهلي وكده، ولا انا يعني سني عدى انت بصي يا سميه، انا شايفه ان انت دلوقتي موقفه عقلك خالص، انت موقفه عقلك خالص. هل هو بقى ضحك عليكي معيشك في جو بقى الحب ومش عارفه ايه، فانت دلوقتي مخك واقف عليا، يعني انا ما معيش حاجه سيادتك عشان يضحك عليا، يعني مش ما معيش فلوس واموال وحاجات كده يعني. ما بنتكلمش دلوقتي في فلوس، احنا بنتكلم انت بتدوري على سعادتك صح؟ فهل انت الجوازه دي هتجيب لك سعاده ولا هتجيب لك وجع دماغ؟ هي هتجيب لك تعاسه، هتجيب لك تعاسه، لان انت هتقفي قدام اهلك وولادك هتسيبيهم وهتروحي لواحد انت متجوزاه كزوجه ثانيه هتدخلي وعايز يتجوزك في السر، ده انت هتدخلي نفسك في متاهات. عشان ايه بقى يعني؟ صح؟ عموما الشيخ احمد هيجاوبك على سؤالك اللي انت المحدد اللي انت بتساليه، هل يعني ينفع ان هي تتجوز عرفي من غير ما اي حد من اهلها ولا حد من عيلتها ولا بلدها يبقوا عارفين، هو بس اللي يبقى عارف هو واهله؟ طيب اما نيجي بنسال بنشوف الحكم الشرعي في المساله، هنفرق بين الحكم والفتوى دلوقتي. الاصل ان المراه لها حق الزواج، وان هي تتزوج من زوجا يكون كفءا لها، كفء لها في كل بقى اللي احنا اتكلمنا في المسائل دي كتير قوي في المساله دي. طيب يبقى ده حق، هل ممكن اي حد يمنعها من الحق ده؟ لا. طب خلاص ابوها اخواتها الدنيا منعينها من الحق ده. القرآن وقف لهم بالمرصاد، قال فلا تعضلوهن.
يبقى طب لو حصل الكلام ده العضل ده والمنع ده وما انتش متجوزه واحنا عندنا مشكله وبتاع وما الى ذلك، قالوا يبقى السلطان ولي من لا ولي له. يبقى انا ماشي بالدرجات دي، ده الحكم. المرأة قالت والله انا اخاف على نفسي، ده انا خايفه على نفسي وانا خايفه الفتنه وما الى ذلك، فماذا افعل؟ ها لا قدر الله لو، يبقى احنا بنقعد نتكلم بقى يا اخوانا، يبقى الذنب موجود في رقبه الاهل. تمام؟ يبقى ده الحكم. تعال بقى في الفتوى، ايه هتتجوزي ولا ما تتجوزيش؟ تروحي من ورا اهلك ولا ما تروحيش من ورا اهل منعين؟ الشرع يقول روح للسلطان والسلطان ولي من لا ولي له. لكن في الموقف اللي احنا فيه لازم نبدا نوازن بين الامور. طيب الراجل ده لو احنا يا استاذه دعاء الراجل ده هيتجوزها قدام اهله وبتاع، وانا اتجوزت الست دي ومش عاوز منكم حاجه وهو مش متجوز، نقبل بذلك ولا لا نقبل بذلك؟ يعني افرضي ان الراجل اللي متقدم لها ده لسه هو ما اتجوزش ودي اول زواج ليه، نقبل ولا نقبل؟ هيتجوزها كده قدام الدنيا كلها بس اهلها برضه مش موافقين، نقبل ولا لا نقبل؟ ها ايه رايك؟ بتسالني انا؟ اكيد هيبقى الوضع احسن من اللي هي بتقوله بكثير. لا انا بقى ما بقولش لا احسن ولا افضل ولا اوحش، وانما انا بقول، انا قلت الحكم اهو، ان المراه لها الحق ان تتزوج ولا يجوز لاحد ان يمنعها من الزواج ايا كان. طيب الوضع ده في البيئه اللي هم عايشين فيها واهلها واقفين صعب جدا، وهي بتقول التعامل اللي هيبقى معاها صعب، هي التي ستوازن بين الامور، لان لا قدر الله لازم تعمل الحساب ده، لو لا قدر الله الحياه فشلت بالظبط بعد سنه بعد سنتين، هقدر اقف قدام اهلي وارجع لاهلي ولا هيطردوني؟ يعني هقدر اعيش لوحدي واكفي ولادي وافتح بيت واصرف على نفسي، ولا في النهايه اقول لهم ها فيقولوا لي لا يلا مع السلامه؟ فلازم اشوف كل الخيوط دي كلها وادرسها وانظر بعين مكبره، مش عين ضيقه يا استاذه دعاء. هي سواء بقى كان اللي جاي ده متجوز ولا مش متجوز. تمام، يعني هي الصح ان هي ما تقفش قدام اهلها تقنعهم. لا هو لو كان الزوج كويس الأهل ما يقفوش. الصح ان الاهل نقول لهم اتقوا الله لان انتوا بتعملوا ده حرام عليكم. ايوه تمام. لان لا قدر الله وقعت في مشكله في معصيه، مين اللي هيتحمل ده؟ تمام، بس في الوضع اللي هي فيه ده لا هي تقنعهم، هي لازم تقنع اهلها. لو هم بقى كان الله اعلم يعني السبب من ضمن الاسباب الظروف بتاعته دي والوضع بتاعه وهم خايفين على بنتهم، الله اعلم. بس احنا بنقول يعني الدنيا ماشيه زي الحكم والفتوى. بالظبط كده. ف ربنا يبين لها الخير، ونسال الله عز وجل ان يحصنها وان يسترها بستره الجميل يا رب. قولي امين يا رب. هي وكل الستات في الدنيا كلها ربنا يسترهم والرجاله ويحصن الجميع يا رب.